انايا الحاجه الاولى انا تكلمتها ونزيد نعاودها. لازم هنا لا فيديراسيون تاعنا تخدم ريالمون بور لو ديفلوبمون دي فوتبول، لازم تطلع لو نيفو يدير احتراف حقيقي. خلاص هذاك تمسخير هذاك واللي يزغد لازم يضربوا سون بيتي. خلاص هنا يصاجي تلعب بالوطن. لازم لي كلوب يولي احتراف تاع الصح ونطلعوا لو نيفو باش يكون فوتبول تاعنا يلعب غير في هاد توسكي افريكان. هذه وحده. ثانيا هنا الدور تاع السياسيين. السياسه هي اللي تحكم البلدان الافريقيه، وين هي اللي تعرف كاش تتعامل معهم باش لي فيديراسيون افريكان هما يخبطوا كاع اونصومبل، يخبطوا في الطابله قال ستوب. باسكو عمور سي بيان بو واش يقول لا دوسي لا فيفا. انا نقول لك مام لا فيفا في كيف انا نشوفوا واش صاير. مي كي تكون لافريك ماجوريتي دي بي افريكان دي فيديراسيون افريكان ماجوريتي يخبطوا في الطابله قال ستوب السينما. دوكا يضحكوا غير علينا. بوتين عيا يقول لهم فطنوا وقعدوا غير هكذا راكدين. واش ابن عمي خلاص تيرميني. سي يزون دي المير فوتبالور في العالم يزون تو باش يريسيو. يفو كي يريسيو باش يريسيو لازم يمشيو في الطريق الصواب. هنايا تعطي هذا ولات سينما. هذا البالون دور هذا سينما. انا لو كان جا عندي الحكم هنايا والله غير ندير بالون دور ونسقي المحرز سان جوي نعمرو قال ها بالون دور نتوما والو. نتوما راكم غير كل شيء. ولا فضيحه هذه. ما انا عمري ما شفت فضيحه كيما هذه جامي. موالفين الافريقي يمدوا بالون دور. تشوف كمان ده الدرنيير واقيلا ماني ميريتي. قال داو كوب دافريك وراح مونديال وكذا. وي واحد ما يهدر كاع فرحنا. بصح اليوم انت محرز ما يكونش ميم با داي تريبلي. سيتي السينما هذه. زيدوا عطيو لهم كاع البالونات ديروا لهم كاع تباتقوا عطيوهم لهم كاع يسخروا بالناس هذو. عمر، نعم، فيما يخص إحصائيات، نعم، رياض محرز يشير لي الزميل حمزة سلمي عمر بودي بريمير ليغ دي شامبيون اف اي كاب. خلاص فخمة بالضبط. نعم. وحتى من حيث الارقام تتويجات فخمة وفي أعرق المنافسات فرديا، سواء في إنجلترا وكذلك في أوروبا. 59 مباراة شارك فيها رياض محرز بين أساسي وبين بديل، مساهمات تهديفية، أهداف بالجملة، وتألق منقطع النظير. لكن حجة هذه الأطراف أن رياض محرز لم يكن فعال مثلا في نصف نهائي رابطة الأبطال ولم يشارك في النهائي. هذه الحجة تاعهم. لا لو نشاهدوا هذه ماهيش حجه، لان رياض محرز نشاهدوا فقط مؤخرا غوارديولا لما صرح بعد سلسله الهزائم اللي دخل فيها مانشستر سيتي قال اننا لن نفتقد رياض محرز. رياض محرز كان فعال، كانت طريقه استعماله من قبل غوارديولا هو يعرف الفريق تاعو، كان يدخلوا احتياطي، كان يدخل في اوقات حاسمه. ولكن لما نتكلموا على كيف كان فعال، نتكلموا مثلا اف اي كوب نصف نهائي في الوامبلي كان سجل 3 اهداف. يعني رياض محرز كان حاضر بالجوده تاعو وايضا بالاهداف تاعو. انا نظن ان هذه ماهيش حجه. كاين البعض تكلم انه انتقل للسعوديه، وانا ايضا هذه ما نشوفهاش حجه، لانه لما نتكلموا على الاتحاد الافريقي من نوفمبر الى سبتمبر، وهذه المرحله كان في مانشستر سيتي. انا نظن ان رياض محرز ممكن نولي الموضوع الاول اللي تكلمت عليه اخي رضوان. نعم. فيه بعض الامور نحن هي ما نلزمش نتكلموا السياسه والرياضه، ولكن رياض محرز كانت مواقفه واضحه في القضايا الفلسطينيه. رياض محرز كان قام بعديد من الامور تجاه القضيه الفلسطينيه. نعم. انا نظن ان فيه بعض الامور اللي اضحت تضغط على الاتحاد الافريقي من اجل الفصل. انا نتكلموا ايضا احنا كافريقيين في العديد من الامور نتكلموا على التمييز العنصري في اوروبا. انا نظن ان التمييز العنصري راه وقع في افريقيا قبل ما يكون في اوروبا، لما نفضلوا لاعب فاز بدوري فرنسي فقط، دوري فرنسي فقط، حتى انه في رابطه الابطال لم يذهب الى ادوار متقدمه اللي هو اشرف حكيمي. وكاين نقطه كنت تكلمت مع زملائي، تخيل ان اشرف حكيمي في قائمه احسن 30 لاعب في بالون دور في لافيفا ما كانش متواجد. يعني حتى هي ضربه لافريقيا، كيف لاعب غير متواجد من بين احسن 30 لاعب في العالم يكون متواجد في التوب 3 في افريقيا. انا نظن رياض محرز لابد ان شاء الله فقط يقدر ياخذها من الجانب الايجابي قبل كاس افريقيا، يقدر انه يكون عنده حافز انه يثبت وجوده. هو الله يبارك معروف، ولكن يقدر يثبت وجوده اكثر في كاس افريقيا. معنويات رياض محرز الان عمور انت كلاعب سابق، المعنويات تاعو قبيل حوالي شهر عن انطلاق منافسه كاس افريقيا، ولو انه من ضمن الخمسه اسماء مرشحه لجوائز الجلوب سوكر يوم 19 جونفي بحول الله راح تكون
نعرفوا من سيتوج بجائزة الجلوب سوكر، رياض محرز، مع كريستيانو رونالدو، مع بنزيما ولاعبين آخرين. شوف رياض محرز نظن بلي حس بها قبل التنظيم هذا تاع الجوائز الكاف هذه، حس بها نظن بلي سمانه ولا 10 ايام قبل تكلم وقال بلي بيني وبين بونو نظن بلي انايا فزت بالقاب فرديه، القاب جماعيه، نظن بلي انا الاحسن في افريقيا. حب يضغط، ونظن بلي حس كذلك بلي كاين مؤامره ضد محرز ضد الجزائر. الحاجه الثانيه نظن بلي معنويات، نظن بلي مش حتاثر عليه كثير، حتى بالك فيها شويه حسره شويه علاه لاعب في مستوى كبير قدم الكثير لكرة القدم الجزائرية، ولا حتى وين لعب في مانشستر سيتي، على الأقل يدي 2 تيتر ولا 3 تيتر أفريكان، وكان يقدر يستاهل يدي 2 بالون دور ولا 3 بالون دور في المستوى اللي كان فيه. لا، علاه تحرم لاعب يستاهل باش يدي بالون دور ثاني، رغم أنه داه نظن بلي في 2017 نظن كأحسن لاعب في إنجلترا وكذلك في أفريقيا، ما تحرموش وهو عنده الحق باش يديه. تكلمت على محرز ما كانش فعال في دومي فينال تشامبيونز ليغ، ثلاثي اللي لعب ما وصلش ميم با دومي فينال تشامبيونز ليغ، ثلاثي النوميني ما وصلش ميم با لنصف نهائي تشامبيونز ليغ، ما شافش ميم با نصف نهائي، على الاقل هو وصل للنهائي ودار لا تشامبيونز ليغ. الشامبيونز ليغ من اعرق البطولات العالميه، تقدر تساويها، تقدر تكون تحت كاس العالم، تقدر تكون من ناحيه القيمه هي الثانيه مور كاس العالم. لذلك نظن بلي هذا الشيء ماشي يأثر عليه كثير من الناحيه المعنويه. لازم